انت عارف الشارع بتاعك ده اسمه ايه؟ لا مش قصدي، الاسم بتاعه ده حكايته ايه؟ معظم الناس مش عارفه اصل حكايه اسم الشارع بتاعها وبتقولوا كده والسلام. بس ركزوا معايا بقى عشان هقول لكم اصل حكايه كل اسم. بس الاول صلي على رسول الله، ولو لسه ما اشتركتش اشترك في القناه ويلا بينا. مبدئيا كده، اول حد صدر مرسوم بتحديد اسماء الشوارع وتعليق الاسماء دي على لافتات يافطه يعني وارقام لكل عماره كان مين؟ محمد علي باشا. تمام، دي معلومة كنت لازم أقولها. وهبتدي معاكم بالجيزة. جت اسمها منين؟ بعد ما فتح المسلمين حصن بابليون بقيادة عمرو بن العاص، وكان الحصن ده على الشاطئ الشرقي للنيل. الجيش عدوا النهر ليتولوا حراسة الجهة المقابلة للحصن، ولأنهم اجتازوا حصن بابليون فسميت بالجيزة. واللي جاي لازم نركز فيه قوي، لان الاسماء اللي هقولها دي مهمة جدا، واللي كان لازم فعلا يتخلد اسمائهم على شوارعنا والناس كلها تعرفها. احمد حلمي، مش ده؟ لا، احمد حلمي ده كان صحفي في جريدة اللواء في عهد الزعيم مصطفى كامل، واشتهر بحملاته الناقدة على الاسرة الخديوية. ويقال انه اول صحفي اتصدر عليه حكم بالسجن. ليه؟ لانه دعا المصريين بمقاطعه البضائع الانجليزيه للضغط لاقامه مجلس نيابي في مصر. واحمد حلمي يا ساده يبقى جدي الفنان صلاح جاهين، البطل احمد عبد العزيز، وده من كبار ضباط الجيش المصري. ولما شاف ان الحكام العرب اتاخروا في قرار دخول الجيوش العربيه لفلسطين عام 1948 استقال من الجيش المصري. انطلق مع مجموعه من رجاله لمواجهه العصابات الصهيونيه واستشهد في فلسطين. اسماعيل باشا صبري. اتولد اسماعيل صبري عام 1854 ودرس في المدرسة التجهيزية عام 1874 وسافر في بعثة لفرنسا. اتولى اسماعيل صبري كذا وظيفة زي النائب العام ومحافظ اسكندرية ووكيل وزارة الحقانية، وتعرف كمان بشعره وكان شاعر عظيم. وتوفى عام 1923. الله يرحم أمواتنا، سابوا لنا أثر عظيم والتاريخ يشهد لهم بإخلاصهم وحبهم لبلدهم. وبالنسبة للقنبلة الكبيرة اللي أنا شخصيا كان نفسي أعرف قصته، وهو صلاح سالم، اللي مفيش حد فيكي يا مصر ما عداش على الشارع ده. بس في الحلقة الجاية هقول لكم حكايته بالتفصيل في فيديو لوحده، وما تنسوش تدوسوا على السبسكرايب عشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي جاية. واسيبكم دلوقتي مع الفيديوهات اللي فاتت. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير.